السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. طبعا بسبب الوضع الاقتصادي اللي احنا فيه اللي مدمر الدنيا، انتشر جدا دلوقتي الباترينا بتاعت السجاير اللي بقت موجودة في كل مكان، في شارع بقى، في قهوة، في موقف، في عربيات، في أماكن كتير. انت ماشي ممكن في نص الطريق تلاقي واحد واقف عامل باترينا بيبيع سجاير. بقول لك يعني أي حاجة تجيب منها لقمة عيش. اسمع بقى الكلمتين دول، ما تستعجلش عشان الموضوع أخطر مما تتخيل. ممكن تقول ذنب وخلاص، وهعمل ايه؟ عايزين ناكل، عايز اكل ولادي، عايز اكل زوجتي، هعمل ايه؟ مفيش قدامي الا كده. مش هقول لك بقى انت دلوقتي تاكل حرام، تاكل ولادك حرام، الكلام دوت. نقول لك حاجه تانية بقى اخطر من كده بكتير. طبعا انت بتشوف الشركه اللي صنعت السجاير دي كاتبه على العلبه التدخين دمر الصحة وسبب الوفاة. ما طبعا مفكرين كده ان هم ايه، اخلوا مسؤوليتهم كده خلاص، ده عشم ابليس في الجنة. بس الناس دي ما يفرقش معاها فلوس تيجي ازاي، مش فارق معاها. لكن انت اللي نفسك تاكل ولادك حلال، تاكل لهم حلال، الشغلانة دي متنفعكش. لو انت دورت سنة صغيرة كده هتلاقي. المشكلة فين بقى؟ ان انت عارف ان السجاير دي بتسبب الوفاة. يعني انت مشترك في موت بني ادم، انت سبب اساسي في ان بني ادم هيموت. مش شايل ذنبك ولا ذنب اولادك بس، انت شايل ذنبك وذنب شخص بني ادم، روح هتموت يوم القيامة. مش بس ربنا هيسألك ان انت اكلت حرام، لا، هيقولك انت قتلت فلان، قتلت فلان. انت طبعا مش فاكر، مش حاسس، مش عارف ان انت قتلت بني ادم. تقول لا يا رب ما قتلتوش. بس لما ربنا يوري لك صحيفتك ويقول لك ان انت بعت لفلان ده سجاير، فلان ده مات بسبب السجاير اللي انت بعتها له، ساعتها يبقى انت السبب في موت البني ادم ده. هتروح لربنا سبحانه وتعالى وانت شايل ذنب قتل انسان. ما هو مش لازم القتل يكون بسكينة بمسدس، الكلام ده. النفس اللي ماتت بسبب السجاير دي ممكن يكون حسابها عند ربنا اصعب من اللي قتل واحد بسكينة او بمسدس، لان انت بتموته تصوير بطيء. كل يوم بيزيد تعب، كل يوم بيزيد تعب. بسبب ايه؟ بسبب السجاير اللي انت بعتها له. يبقى انت مش بس قتلته، انت عذبته قبل ما تموته. فكر مليون مرة انت بتطلع علبة السجاير من البطارية بتاعتك دي وبتديها للإنسان وانت عارف ان هي بسبب في موته. ناس كتير قوي عملت زي كده وعملت باترينا، بس بدل ما يبيع فيها سجاير ممكن يبيع فيها سندوتشات، ممكن يبيع فيها فاكهة، ممكن يبيع فيها حلويات، اي شيء. حاجة ربنا سبحانه وتعالى هيجره عليه، حاجة هيجيب بيها لقمة حلال ليه والأولاد. وخلي بالك ان العمر قصير قوي، وفي لحظة هتكون واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.